قال قول لي صحيح، هو امام عاشور راح الاهلي بجد؟ يا عم دي كلها اخبار، بس مفيش حاجة اكيدة. تعرف الاكيد لما الاهلي يعلن عن الصفقة ساعتها اقدر اقول لك امام فعلا في الاهلي او مش في الاهلي، انما غير كده شكليات. طب هو اصلا امام ينفع يروح الاهلي بعد ما شتم رموز الاهلي كلهم؟ هو شتم بس مش هو اعتذر؟ اعتذر بس المبادئ يا ابو المبادئ. يا عم خلي حد غيرك يتكلم عن موضوع المبادئ ده. ها 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 ها. انتوا لما بتتزنقوا تعملوا كده. عارف موضوع امام ده لازم يتبصله من 3 محاور. ايوه، ايه هم يعني؟ اول محور، هل امام هيفيد النادي الاهلي فنيا ولا لا؟ ودي اجابتها هيفيد النادي الاهلي. طيب وتاني محور؟ تاني محور، هل امام هيطبق الاحتراف فعلا وهيبقى زيه زي امثله كتير بتلعب في الاهلي او كانت بتلعب في الاهلي ووضعهم نفس وضع امام كده ولا لا؟ قصدك زي مين يعني؟ يعني في امثله كتير، عندك مثلا رمضان صبحي. هل حد كان يتوقع ان رمضان اللي اتربى في الاهلي انه يحصل منه كده؟ بل بالعكس، رمضان طبق الاحتراف وبيلعب بروح في نادي جديد. وعندك برضو مثال زي احمد حجازي. حجازي مش اهلاوي في الاصل، ومع ذلك اي نادي بيلعب فيه حجازي بتحس انه متربي فيه. يعني دلوقتي بيلعب في اتحاد جدة تحس ان هو من اهل السعودية. وعندك اقرب مثال تاني هو ياسر ابراهيم. كلنا عارفين ان ياسر رجولة زملكاوي ولعب في الزمالك وقال ان هو زملكاوي على الهوا قبل كده كذا مرة. حصل. هل بقى عمرك شكيت لحظة ان ياسر ابراهيم ما عندوش انتماء للاهلي؟ الصراحة لا. ياسر بالنسبة لكو ياسر رجولة. طب دول محورين وعرفناهم، المحور التالت ايه بقى؟ لا ده تاخده وانت رايح الاستاد بالاتوبيس عشان ما يعطلش منك على كوبري اكتوبر في الزحمه بتاع المبادئ. اصله دلوقتي بقى 6 حارات. قول للناس بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب تقديرا للمجهود المبذول، كده كده مش هيخسروا حاجه يعني. ما تعمل يا عم انت وهو لايك وسبسكرايب، انت خسران ايه يا عم؟